هنتكلم النهاردة عن حاجة محدش بيحبها، المذاكرة. لو يهمكم تاخدوا أفكار تساعدكم على المذاكرة ليكم أو لأولادكم أو لإخواتكم، يبقى الفيديو ده علشانكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة كوكي لايف واي. وندخل في الموضوع على طول. أنا ليه ما بعرفش أذاكر؟ ليه ما بعرفش أركز؟ ليه كل شوية بقوم وبقعد؟ ليه مش بعرف أحفظ ولا أفهم بسهولة؟ وليه اللي ربنا بيكرمني وبحفظه بعد ما بتطلع روحي بنساه بمجرد ما أروح لحد التلاجة أشرب وأرجع؟ ليه؟ هل ده فشل؟ ولا غباء مني؟ ولا صعوبة في المناهج؟ ولا افتراء من المدرسين؟ في الحقيقة هو ولا حاجة من دول، لأن في طلبة عندهم نفس إيديك وعينيك ونفس عدد خلايا مخك بيتفوقوا وبيقفلوا كل المواد. أمال إيه المشكلة؟ المشكلة الرئيسية والسبب الأساسي في انحدار مستواي الدراسي هو إني مش بحب المذاكرة، فمش بديها كل اهتمامي ومش بعيش فيها بكل حواسي، فبيضيع تركيزي. بذاكر من غير هدف، أو بذاكر لهدف شايفة إنه مش هينفعني. بذاكر عشان أنجح والناس ما تحفلش عليا مثلا. بذاكر عشان بابا ما يفجرش دماغي لما أسقط. بذاكر عشان يبقى معايا شهادة وخلاص، ولما أبقى أتخرج أبقى أدورلي على أي شغلانة. بذاكر علشان أدخل الكلية واشقط لي عريس. أمال يعني هفضل رايحة جاية كده على الكلية سنين ومواصلات وكتب ومحاضرات واطلع من الكلية كده أردحي؟ لا، ما ينفعش. دي تقريبا الأهداف التافهة اللي معظمنا فكر فيها، واللي كانت السبب في إن مستوانا الدراسي ينجح بالعافية. طب كده عرفنا المرض، إيه بقى الحل؟ أنا مش هقول لكم الحل إنكم تذاكروا بالطريقة الفلانية وتكتبوا معرفش كم مرة وتكرروا وتحلوا والكلام ده كله، لأن طريقة الفهم نفسها وطريقة المذاكرة اللي بتخلينا نفهم ونحفظ بتختلف من شخص للتاني. ما ينفعش أحط فيها قاعدة، كل واحد عارف الطريقة اللي بيحفظ وبيفهم بيها. لكن الحل اللي هقول لكم عليه هو إني أحب المذاكرة، وهقول لكم ازاي نحبها. ومش مستحيل على فكرة. انا لما بحب حاجة بتعلق بيها وبديها اهتمامي وتركيزي، بتبقى ليها الأولوية في حياتي اليومية. بنام وبصحى على سيرتها، بسيب كل حاجة وبمسكها. انا لو حبيت هواية معينة ببقى عايشة طول اليوم بستمتع بيها كل ما بمارسها. واحد مثلا بيحب الكورة، بتلاقي طول اليوم بيتابع كورة وأخبار كورة وبرامج كورة، وبينزل يلعب كورة، بيشير بوستات كورة، وعامل قناة على اليوتيوب للكورة. أهو إحنا عايزين المذاكرة تاخد كل تفكيرنا كده، طبعا من غير ما نقصر في حق الله عز وجل من صلوات وقرآن وبر ومعاملات وهكذا. مثال تاني، لو حبيت الرسم بفضل طول اليوم أرسم ما بزهقش. حبيت القرآن وصوتي حلو، بفضل طول اليوم أرتله بصوت جميل مع نفسي وانا رايحة جاية في الشقة. حبيتي الميك اب، بتقضي حياتك على اليوتيوب نايمة قدام الشاشة تتعلمي ازاي تنمي موهبتك دي، وتحطي الكحل ازاي والايلاينر مظبوط عشان حبيتيها وعشان عايزة تشتغلي فيها، وطبعا هتزوقي المنتقبات بس. فكذلك المذاكرة، عايزة أنجح وأفلح فيها لازم أحبها. محبتهاش يبقى مش هتقدم فيها لقدام، وهتبقى كل مذاكرتي فيها تحصيل حاصل ونجاح وخلاص. طب أحبها ازاي؟ ودي تتحب من أنهي اتجاه؟ لا، دي تتحب من اتجاهات كتيرة قوي. أولا لازم أكون مرتاحة وأنا بتلقى الدروس بتاعتي، أقعد مرتاحة سواء في البيت سواء في الدرس في المحاضرة. لازم وأنا بستقبل المعلومة من أولها أكون قاعدة في مكان نظيف ومريح. وطبعا دي حاجة صعبة إلى حد ما في مدارسنا وجامعاتنا الحكومية، والسناتر اللي بتحط للأولاد ديسكات تورم رجلهم وظهورهم. فالحل في النقطة دي يا إما أروح أدرس في التعليم الخاص والسناتر الغالية المكيفة أم كراسي جلد وسفنج لو ربنا كرمني ومعايا فلوس يعني، يا إما أوضب أنا المكان على قدر إمكانياتي. ما فيهاش حاجة أبدا لو أخدت معايا مخدة صغيرة كده في شنطة شيك وقعدت عليها في المحاضرة أو في السنتر.
لأني مستحيل أحب محاضرة بقعد فيها 4 5 6 ساعات على ديسك خشب عرضه شبر واحد كده ومن غير ظهر. أنا كده هقعد في المحاضرة بقول امتى ربنا يخلصنا من الزنقة السودة دي. فلازم أريح نفسي في القعدة. لو المكان حر ومفيش مراوح ولا تكييف، أخد معايا مروحة هواية يدوية زي دي. طيب لو أنا بقعد كل محاضرة ورا، يبقى أقعد قدام، أغير المكان، أقرب من المستر اللي بيشرح وأشوف السبورة كويس وأسمع المستر كويس. طيب لو المكان مكيف والتكييف تعبني وكل شوية يجيلي برد وانام في السرير، يبقى أروح أقعد بعيد عن التكييف. طيب لو ربنا ابتلاني بصاحبة راشقة جنبي في كل محاضرة وطول ما هي قاعدة نازلة رغي وكلام، أو طول الحصة عمالة تهز في رجلها وعاملة في الديسك زلزال بتترج وبترجني معاها، يا إما بتحب تفرش شنطتها وطرحتها وسندوتشاتها على الديسك قدامي ما بعرفش أكتب منها حاجة، يا إما من النوع اللي بيقعد في المحاضرة فردة جناحاتها كده، لا عارفة أكتب منها حاجة ولا عارفة أقعد وموتراني طول الحصة. ويا سلام بقى لو عندها دور برد وجت في وشي وهاتشي، يا دي النيلة يا بنتي، في اختراع اسمه مناديل. الصحبة دي ما تصاحبيهاش أبدا أثناء الحصة، دي تشوفيها قاعدة فين وتهربي من جنبها على طول، سيبيها تنتقم من حد تاني غيرك. ما انت لازم تركزي، والناس اللي من النوع ده ما بيتغيروش، والله طول السنة أحاول أغيرها ما بتتغيرش، دي بتشتت انتباهك وبتضيع تركيزك فابعدي عنها. يبقى أنا كده حاولت أحب المذاكرة برا البيت، ظبطت قعدتي عشان أستقبل المعلومة صح وبتركيز. طيب أحب المذاكرة إزاي جوه البيت؟ أول حاجة وتاني حاجة وتالت حاجة النظام والنظافة والريحة الحلوة. في مثل ماما كانت بتقوله دايما، بيت المهمل بيخرب قبل بيت الظالم. أوضتي تتنظم، ما بقاش قاعدة ودولابي واقع على الأرض وأحشائه طالعة من بطنه، لأ، منظر يسد النفس. طبقوا هدومكم ورتبوها، التطبيق مش هياخد وقت بس هيوفر لكم وقت كبير وانتم خارجين، بدل ما نقعد ربع ساعة ندور على الطرحة والجاكيت والشراب، لا نبقى عارفين حاجتنا محطوطة فين ونوفر الوقت ده، غير ان الشكل هيبقى اجمل واحنا قاعدين بنذاكر. تاني حاجة الباسكت اللي جنب السرير اللي مليان ورق ومناديل وشعر وقشرة موز على علبة عصير على باقي السندوتش اللي مكلتوش. الباسكت تتفضى كل يوم لأنها هتطلع ريحة هتشتت تركيزنا، كل شوية هتبصلها كده وتقولي إيف وترجعي للمذاكرة تاني. هي لو نضيفة مش هنفضل كل شوية نبص عليها ونشتت نفسنا. تالت حاجة كتبي وكراساتي وسكتشاتي تتحط في مكان معروف، الكتب في درج لوحدها والمذكرات في درج لوحدها والسكتشات في درج لوحدها، ودرج صغير للرفايع الأقلام والأدوات الكتابية. لو مفيش أدراج أجيب كراتين وحط كل حاجة في كرتونة، أجي بعد كده أدور على الكتاب أطلعه في ثانية، مضربش بقى غطس في وسط الكتب والسكتشات والورق نص ساعة وفي الآخر ألاقي الكتاب محشور بين الحيطة والسرير. بتحصل ولا مش بتحصل؟ شفتوا الحاجات دي كلها بتضيع مني وقت قد ايه وبتوترني قد ايه على مدار اليوم وكل يوم؟ طبعا طول اليوم الحاجات دي بتضيع مني تركيزي بالساعات، ده غير حرقة الدم والأعصاب. احسبي بقى عدد الساعات اللي بتضيع دي كل يوم، طب في الأسبوع هتبقى كام ساعة، طب في الشهر، طب على مدار السنة كلها. يبقى أنا نظمت الدنيا برا البيت وفهمت المحاضرة كويس قوي ونظمت الدنيا جوه البيت والدنيا حلوة وجميلة، بس برضو لسه ماليش نفس أذاكر، بفتح الكتاب ومش طايقة أشوف وشه. أقوم أغير مكان المذاكرة، لو بذاكر وأنا قاعدة أذاكر وأنا واقفة، ألف في الشقة بالكتاب وأحفظ بصوت عالي، هينزعجوا في البيت ويضربوني مش مهم، أكمل. إيه مش عايزين ننجح لكم؟ سيبوني بقى. أعيش دور المدرس أو الدكتور اللي بيشرح، أقف كده أتخيل إن قدامي طلبة بفهمهم الدرس، رصاصي الدباديب بتاعتك كده جنب بعض، خليهم لازمة بدل ما هم قاعدين متنطورين ملهمش لازمة في البيت واقعدي فهميهم الدرس. الحركة دي ممتازة، هتخلينا نكتسب ملكة الإلقاء والكلام قدام الناس، ودي حاجة ضروري نتعلمها ونتقوى فيها، هتثبت المعلومة جدا وهتقوي شخصيتنا. طب في حاجات معينة مش عارفة احفظها مهما كررتها، اعمل ايه؟
اكتبها في ورق صغير ونطورها كده على الحيطان، الزقها في اوضتي وعلى الباب وفوق السرير، في الرايحة والجاية ابص لهم لحد ما احفظهم. ما انا هحفظهم يعني هحفظهم. حاجة كمان، في فيديوهات بتشجع على المذاكرة، الفيديوهات دي بتأثر جدا وجميلة، ادور عليها في الجوجل وفي اليوتيوب، ما فيهاش حاجة، اتفرج على فيديو منهم قبل ما اذاكر، مفيش 10 دقايق ربع ساعة هيديني طاقة ايجابية اثبت بيها قدام الكتاب. الفيديوهات اللي من النوع ده مالية اليوتيوب كتيرة جدا. طب انا لسه مخنوقة، اعمل ايه؟ قوموا من على المذاكرة، قوموا اعملوا اي حاجة بتحبوها لمدة ربع ساعة، اي حاجة، اطلعوا اقفوا في البلكونة، كلموا حد بتحبوه من القرايب او الاصحاب، العبوا لعبة، انزلوا اشربوا شوب عصير في اي كافيه او حتى في محل عصير قصب، غيروا المود دقايق بس كده وهترجعوا ان شاء الله منتعشين وتبتدوا مذاكرة بنفس صافية وذهن صافي. ونصيحة، بلاش نفضل مرشوقين كده قدام الكتاب 4 و5 ساعات لحد ما نزهق، لا، احنا ما نوصلش نفسنا لدرجة الزهق دي. ممكن كل ساعة مثلا اقوم اريح من المذاكرة 10 دقايق بس وارجع تاني، كده مش هزهق ومش همل. طب بالنسبة للراحة الطويلة، النوم، انام ازاي؟ اوعوا تناموا نوم متقطع، تظبطوا لي المنبه بعد ساعتين وتفضلوا تكنسلوا فيه 3 ساعات، يرن وتعملي غفوة، تنامي 10 دقايق ويرن وتعملي غفوة، وافضل كده 3-4 ساعات وما قومش، كده لا هتعرفوا تناموا ولا هتعرفوا تصحوا، وهتقضوا بقية اليوم مسقطين ومدروخين ومقفلين. يبقى لو كبس عليا النوم اقوم انام عدد ساعاتي كاملة، انام واشبع 4 ساعات 6 ساعات 8 ساعات، شوفوا جسمكم بيفوق بعد كام ساعة، واصحوا ابتدوا بعدها يومكم، اصلي الاول، اكل، اشرب، اسمي بسم الله، وانزل في الكتب فحت وردم. واخيرا بقى، ضروري جدا احلم بالمستقبل قبل ما انام، احط راسي كده على المخدة، افكر هو انا لما اذاكر كويس وافتح مخي واحل كتير واحفظ كل الاجابات هيحصل لي ايه في المستقبل؟ هتتفتح قدامي فرص احسن للشغل والسفر، وملناش دعوة بالنماذج اللي ما وصلتش، لا خلينا نبص للناجحين. العالم مليان ناجحين جوه البلد وبره البلد، ومش كل الناس حظهم وحش، في ناس كانوا فقراء وبدأوا من تحت الصفر بالحلال وبقوا علامات في وسط الناس. واحلم بنفسي لو ما ذاكرتش، لو سقطت لا قدر الله، لو كان مستوايا في الكلية طالب ضعيف، هيبقى مصيري ايه في المستقبل؟ نبتدي بقى نفكر في مستقبلنا لحد ما نروح في النوم، علشان كل نجاح وتفوق كان أصله حلم، فاوعوا تعيشوا من غير حلم تسعوا لتحقيقه. الحلم ده هو الدافع اللي هيخليني أذاكر والتزم وانجح عشان أحققه. يعني أنا بحلم أطلع لعيب كورة، بفضل أحلم كل يوم فبسعى علشان أحقق الحلم ده. بحلم أكون مصممة أزياء، ولما بصحى بتعلم فن الأزياء وبتعلمه بحب، وما بقومش من قدامه إلا لما اتعلمه بالتفصيل الممل، علشان عايزة أبقى كده وعايزة أبقى أستاذة فيه. كذلك مذاكرتنا، نحلم حلم جميل هنوصله بالمذاكرة والاجتهاد. لو ما عندكوش حلم، اخترعوا حلم، اخترعوا هدف، ما تعيشوش من غير هدف. ياريت نحاول كلنا نعمل بالكلام ده، وياريت ما ننساش نعمل لايك للفيديو علشان يوصل لناس تانية تستفيد بيه. والبنات اللي بعتولي انهم مش عارفين يشتركوا في القناة، عندك كلمة اشتراك اهي باللون الاحمر او سبسكرايب، دوسي عليها وجنبها هتلاقي جرس، دوسي عليه وكده تبقي اشتركتي وهتوصلك اي فيديوهات جديدة انزلها في القناة ان شاء الله. وتعالوا زورونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.